خليل، على ايقاع الالات الموسيقيه بتنقل احاسيسهم بكل شغف وابداع. عندنا ديما شعبان عازفه الكمان وماهر ضوء عازف الساكسفون، موسيقيين محترفين شاركوا بالكثير من الحفلات والفعاليات المتنوعه واللي بتتطلب حضور موسيقي مميز، مثل الفعاليات الخاصه بالشركات وحفلات افتتاح المعارض والمحلات، بالاضافه للاعراس والمناسبات الخاصه. فانا جدا سعيده ان هم كانوا موجودين معي. مرحبا فيكم مره ثانيه ديما وماهر، واهلا وسهلا فيكم. وشكرا انه من الصبح كذا جبتوا لنا هذه الاجواء الجميله. وانا دائما اؤمن انه الالات الموسيقيه يعني لازم تكون ضروريه في حياه كل شخص. يعني احنا قبل شوي كان عندنا الدكتوره مريم، هي عالمه وباحثه واخترعت معادله جينيه، لكن كانت تعزف البيانو ودخلت في الموسيقى لانه قد ايش تعلمك الصبر وتعطيك الراحه النفسيه، وفيها ابداع يعني من نوع ثاني. انا اول شيء حابه اتعرف انه متى بداتوا تعزفوا الالات ماهر وديما؟ صباح الخير. شكرا لك، شكرا على الاستضافه، تحيه لكل المشاهدين. مجال شغلنا للموسيقى، حفلات مثل ما تفضلتي حضرتك وحكيتي. تعرفت على ديما من فتره، انتظرنا نطلع سوا بعد الحفلات. من وقت طويل انا ربيت بعائله موسيقيه ومجال شغلي الحفلات، وكان لي شرف اتعرف بديما وكمان عم ننفذ حفلات الفتره. فمن صغرك انت بدات الساكسفون، وانت بالنسبه لك ديما؟ تمام، انا كمان ابتديت كان عمري 6 سنوات، ابتديت تعلم العزف على آلة الكمان، ودرست بالمعهد العربي للموسيقى بسوريا، وتخرجت بعد 5 سنوات مع شهاده. ومن هذاك الوقت ونحن عم نعزف، واكيد كان الشرف لإلي انه تعرفت على ماهر وصرنا نطلع حفلات سوا. كيف سويتوا هذا المزج بين الساكسفون والكمان في نحن عازفين منفردين، انا بطلع حفلات لحالي وكمان نفس الوقت ديما، بس عملنا هالرابط بين بعضنا، يعني بصير في تنسيق بالموسيقى، كومبينيشن بتطلع كثير حلوه. عم نحيي الحفلات، عم بيكون في كثير تقبل من الجمهور. آلة الفايولين آلة رائعه، وخاصه الساكسفون كمان كثير حلو للجاز، وعم نلعب على الستايل العربي وكذا ستايل بنلعب موسيقى مع بعض. بيكون تفاعل حلو كثير من الجمهور. وانت يعني مع ماهر وقفت، لانه يمكن الكمان كثير ناس يفضلوا هم قاعدين، خاصه انت ما شاء الله بالفستان وكذا، فليه قررتي تعملي الوقوف؟ وهل اصعب انك تعزفي وانت واقفه؟ بالعكس، بالنسبه لي انا بفضل اعزف على الواقف، لانه الواحد لما بتطلع مشاعره اجباري بتطلع حتى بحركات الجسم. فالواحد بده يتحرك. بالقعده انا بحس حالي مقيده، فدائما بفضل اني اكون واقفه، وحتى بكون عم بمشي. ونحن كمان بيساعدنا جهاز الوايرلس انه ما في كيبل انه يعني وصلك. فدائما بنمشي بين الناس وبنرقص معهم لما في الحان سعيده وهيك. بالعكس تماما. وهذه الطاقه اللي في المكان، في القاعه او في الحفله او مهما يكون، يعني طاقه الناس بتخليك تعزف اعتقد بطريقه احلى. يعني أكيد. بيطلع على العزف. قد ايش صعب انه الواحد يتعلم آلة موسيقيه لو كان اكبر في السن؟ يعني مو شرط من هو صغير، يعني تعلمت من صغار للموسيقى وخاصه آلات النفخ. الساكسفون آلة شوي تعتبر آلة صعبة، بس ما في شيء مستحيل إذا توفر. شكلها جدا معقد صراحة ماهر. إذا في توفر عند أي شخص 3 عناصر: الشغف، الوقت، الموهبة، الأذن، ممكن يوصل لنتيجة إبداع بالعزف. آلة الساكسفون آلة، أنا بعشق آلة الساكسفون صراحة، آلة منا سهلة، بس نفس الوقت اللي عنده شغف أكيد بيوصل لوقت ما كتير طويل حتى يكون عازف جيد. أنتم ما شاء الله عازفين محترفين، بس أكيد في تدريبات. قد إيش الواحد يتدرب عشان يعني يوصل لمرحلة يعني تكون مهنيته في الموسيقى؟ إجمالا الموسيقي في عنده تدريب يومي، وأنا وديما من الناس كتير بهالبلد فعلا رائع. نحن كثير على فكره نحن كرمنا بالاقامه الذهبيه، اثنيننا بلد ما شاء الله. رائع. نفتخر نحن موجودين بالامارات. التنسيق احيانا بحب خبر شغله، احيانا بيكون عندنا ضغط حفلات بالهاي سيزون، مثلا شبه يوميا حفله او حفلتين. واو. احيانا بيصير تنسيق على الموبايل انا وياها، شو بتختار العروس، مثلا اغنيه محدده شيء. هاي شوي بنواجهها بس لما يكون في هاي سيزون بالحفلات. وكثير ناس صارت تحب اللايف باند، يعني اكثر من انه دي جي او العب بس موسيقى. سبحان الله، يفرق. صحيح. يفرق كثير. يعني هل في لحظات معينه مثلا تشوفوا في نقطه تحول في مسيرتكم، يعني صارت من انه شغف هوبي لانها فعلا مهنه؟ هلا انا بالنسبه لي يعني طلعت كثير حفلات وهيك، بس كانت مشاركتي بالاكسبو انا حسيتها بالنسبه لي والله هذا الاكسبو غير حياه الكثير عن جد. فعلا لانه كان حدث مهم جدا في الامارات. صح. وكان لي شرف انه انا شاركت فيه. وكمان مشاركتي بالقريه العالميه اعطتني اكسبوجر اكثر، تجربه كثير حلوه، تفاعل مع الناس اكثر. انا بالنسبه لي بحس هدول انه يعني اكيد في كثير في كثير اشياء حلوه، بس الاكسبو كان النقطه المحوريه. وانت بالنسبه لك ماهر؟ أنا عدة حفلات مشارك فيها داخل البلد وبرات البلد، بعرف كثير دول
ما في احكي عن حفله معينه هي اعطتني تغيير. في كثير حفلات اذا كان الانسجام من الجمهور في تفاعل بيعطيكي طاقه، بصير تعطي اكثر من قلبك من روحك. اي. هل تفكروا مثلا تعملوا ألبوم خاص فيكم، يعني تألفوا أغاني ولا بس مهتمين بالعزف؟ تأليف أغاني لا، أنا بعيد عن تأليف الأغاني، بس بنلعب improvisation، يعني ارتجال، موسيقى ارتجالية، يعني حسب اللحظة بالإيفنت improvisation بنلعب، وعم بتكون في إلى ردة فعل إيجابية كثير من الجمهور. أكثر شيء معقد في الساكسفون ممكن أشوف بس أقرب؟ على فكرة هي آلة نحاسية، بس هي تندرج. آلة الساكسفون انعملت عبر صانع الآلات الموسيقية البلجيكي سنة 1840. واو. تندرج تحت آلات الآلات الموسيقية الخشبية بسبب هيدي الهواء بيدخل هون عبر القصبة. بس هي نحاسية، بس بتندرج تحت الآلات الموسيقية الخشبية تعتبر. قديش عندك فلكسبيتي في رئتك انت ما شاء الله، اذا تنفخ فيها. اعتقد ان شاء الله ما تكون بتدخن بس يا مان. لا قليل جدا. لانه اعتقد ياثر كثير في النفس طبعاً. يعني طبعا. لا الحمد لله انا نفسي كثير قوي، وهي اصلا ما بدها كثير ضغط هواء. ضغط قوي. بس الحلو بيميز شويه الساكسوفون انه بتعطي الاحساس عبر الهواء، صوت النفخه ومع تكنيك الاصابع، يعني بطريقتين عم بتعطي روح الموسيقى. النفخ بالنفخ وبالبراتيك الاصابع مع بعضهم بتطلع الموسيقى متكامله. شكرا لكم من جد، انا جدا سعيده انكم موجودين معنا وتعرفت عليكم اكثر، واكيد حتكونوا معنا في باقي الحلقه. خلونا لكن نطلع فاصل مشاهدينا، وبعدين حنكون مع الفقره الفنيه وضيفنا الفنان حسن عبدال وحديث عن تجربته الغنائيه الجديده الحب وياه، واحنا حنطلع معاكم.